جربت تسأل إيش وسيد الناس وحكيم باشا عن الفرق ما بين اللام الشمسية واللام القمرية؟ مش عارفة هيعرفوا ولا لأ، بس الأكيد إن الفرق ده هو نفسه اللي بتحسه لما يبقى جواك حاجة ومش عارف تعبر عنها. إيه ده ممكن اللي أنا بقوله ده؟ لأ، خلينا نرجع تاني للسخن منه وبسمسم. مع بداية النص التاني من رمضان مسلسل لام شمسية قدر ياخد مكان مهم وسط باقي المسلسلات، وده لأنه بيناقش قضايا كتير مسكوت عنها ومهمة للأسرة المصرية، زي علاقة الأبناء بأهاليهم والصراعات النفسية بين الأزواج، وطبعًا التحرش الجنسي بالأطفال. الطفل علي البيلي بطل الأحداث واللي أبهر الجمهور بملامحه المعبرة وتحديداً في مشهد التحرش، واللي خلى الناس تسأل إزاي قدر يعدي بالموقف ده برغم إنه مشهد تمثيلي، والإجابة جت من كواليس المسلسل واللي ظهرت فيها سارة عزيز مدير مؤسسة سيف ايجيبت، وهي بتوعي فريق العمل إزاي نتعامل مع نفسية الطفل خلال تصوير المشاهد دي. انتوا عليكم مسؤولية كبيرة قوي 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 زي كريم وزيي في انكم تحموا عليه. عشان كده بنلحق من بدري نقول خلوا بالكم من ده. مسلسل لام شمسية بطولة أحمد سعدني، أمينة خليل، ومعاهم يسرا اللوزي ومحمد شاهين، ومن تأليف ورشة سرد بقيادة مريم نعو، ومن إخراج كريم الشناوي. قولوا لنا بقى في الكومنتات يا ترى تأثير لام شمسية هيوصل مع الجمهور لحد فين؟ واستنونا في حلقة جديدة من حلو وسخن وبسمسم.